هذه أخي هي دعوة الإسلام تزحف من جديد وتظل تمعن في التقدم، لا تبالي بالعبيد، فغدا سنرجع مجدنا ونعيد ماضينا التليد. ومع انطلاق النور في الآفاق في الفجر الوليد صوت المؤذن سوف يعلو هاتفا الله أكبر. يا دعوتي سيري سيري سيري، كل الوفا ليكي وكل تقديري. يا دعوتي سيري سيري سيري، كل الوفا ليكي وكل تقديري. ما يوقفك ظالم أو غدر شريري، ما يوقفك ظالم أو غدر شريري، وانت يا دعوتنا في الشدة تلوتنا، وانت يا دعوتنا في الشدة تلوتنا. يا دعوتي سيري سيري سيري، دعوتي انت روحي ووجداني، كل البشر يثنى وانت الشيطاني. يا دعوتي انت روحي ووجداني، كل البشر يثنى وانت الشيطاني. بالدم افديكي انا واخواني، بالدم افديكي انا واخواني. نفديك بالملايين باقية ليوم الدين، نفديك بالملايين. يا دعوتي سيري سيري سيري، يا دعوتي سيري سيري سيري، كل الوفا ليكي وكل تقديري. يا دعوتي سيري سيري سيري، كل الوفا ليكي وكل تقديري. ما يوقفك ظالم أو غدر شريري، ما يوقفك ظالم أو غدر شريري، وانت يا دعوتنا الشدة تلوتنا. يا دعوتي سيري سيري سيري. يا إخوتي هيا هيا بنا هيا، خلوا القلوب صحية خلوا القلوب حية. يا إخوتي هيا هيا بنا هيا، خلوا القلوب صحية خلوا القلوب حية. النصرة دي جاية لو نخلص النية، النصرة دي جاية لو نخلص النية. هنكون أمام الله اللي ينوله رضا، هنكون أمام الله اللي ينوله رضا. يا دعوتي سيري سيري سيري، يا دعوتي سيري سيري سيري. في دور الانعقاد الثاني بدورته الرابعة 2010-2014 في يوم الجمعة المباركة 29 أبريل 2011. والمكان شاء الله عز وجل له أن يكون هذا المكان، والمكانة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لهذه المكانة عنده أولا ثم في الدنيا جميعا. هذا هو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، لترى الدنيا هذه الجماعة ليس كلاما بل تراها فعلا وعملا وخيرا لمصر وللعالم. حملت هذه الدعوة ورثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عشنا زمانا طويلا من الظلم والاستبداد،
لا أقول حرم جماعة الإخوان المسلمين من العمل، فإنه لا يمكن لمخلوق ولا قوة في الأرض أن تمنع نور الله عز وجل أن ينتشر ويملأ ربوع العالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الظالمون، ولو كره المستبدون. ولكن كما قال الدكتور عزيز صدقي رحمة الله عليه، هم الذين حرموا مصر من مجهودات هذه الجماعة المباركة سنين طويلة. عشنا سنينا بل عشرات السنين نرى ويمكرون 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 ويمكرون، ولما جاءت ويمكر الله رأينا كيف فعل الله عز وجل وقدرته وسلطانه وانتقامه وأخذه الأليم الشديد بالظالمين الفاسدين المستبدين. ولكن القضية الكبرى الآن، هل بعدما أرانا الله عز وجل هذه الآيات نحن على استعداد أن نري ربنا منا ما يرضى به عنا؟ هذا هو السؤال. ما بيننا وبين ربنا ذقنا حلاوته وقت الشدة، فكان اللجوء إلى الله عز وجل ملاذنا الوحيد. فهل إذا ما بقيت في أيدينا أسبابا سيبقى الأمر ويزداد أم يتناقص؟ كان قهر الظالمين واستبدادهم ومتابعة أمن الدولة وتعطيلها للأنشطة يستر ضعف ويغطي تقصير. فإذا ما زالت الحواجز وأزيح الظلم واستنشقنا نسيم الحرية. قال لي أحد الشباب: لم يعد للعذر عذرا عند الإخوان المسلمين. نطأطئ رأسنا تواضعا لله عز وجل، لا نستعلي على أحد ولا نستكبر، فمثقال الذرة من الكبر يحرم من دخول الجنة. نشمر عن ساعد الجد، فليس الأمر أمر مكان، ولكن الأمر أمر عمل وجهد. قد كانت الحجرات الصغيرة ترى انطلاقا في العالم كله، وقد كانت العقبات يتخطاها الرجال بهمم تزيدهم إصرارا على حمل هذه الأمانة وهذه الرسالة. جماعتكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببركة إخلاص من بذروا بذرتها وضحوا بدمائهم في سبيل نشر رايتها من دموع وآلام وسجون ومعتقلات وثكالى وأرامل وأيتام، روت هذه الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وجاء حين لتؤتي هذه الشجرة ثمارها. جاءت ثورة مصر المباركة لشعب مصر كله، وأنتم في القلب تضخون الدم للوجه فيزداد نضارة، وللأيدي فتتحرك وتعمل، وللفم فينطق، وللأعين فتبصر، وللآذان فتسمع، وإلى الأقدام فتسعى. مكانكم في الحنايا، مكانكم في صدر مصر، محاطون بضلوعها، تحميكم بصدرها وضلوعها، وأنتم تحمونها بضخ الدم فيها. دم الشباب والفتيات، دم العزيمة للشيوخ، والعقل والحكمة للمجربين، دم الطاقة والانطلاق، معتمدين على الله عز وجل وحده. فإذا ما جاءت أسباب تضاف إلى هذا الاعتماد على الله زادتنا اعتمادا على الله وتوكلا عليه، وليس توكلا على الأسباب.
ما بينكم وبين ربكم هو سبب عزتكم ونصرتكم ورفعة شأنكم في الدنيا كلها. إذا أحب الله عبدا أمر الملائكة وعلى رأسهم جبريل أن يحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض. وقد رأيتم كيف وضعت البغضاء لآخرين فأبغضتهم ملائكة السماء ووضعت لهم البغضاء في الأرض. صلاة الفجر وقيام الليل شرفكم، حرصكم على هذا الشرف يفوق الحرص على كل شيء. تواضعكم لله عز وجل ليزيدكم رفعة، تواضعكم لخلق الله عز وجل حتى يفتح لكم القلوب قبل البلاد. سأختصر في بعض النقاط التي أحب أن أحدث حضراتكم فيها. فعدد الحضور 101. الأخ حسين مسافر ولا جه؟ الأخ حسين مسافر والأخ محمد إبراهيم معتذر فقط لوفاة، ولم يعتذر أحد آخر. دكتور بشر مسافر في العمرة. نعم. العدد الحاضر الآن 101. النقطة الثانية، نحن نلتقي لنناقش أمر جماعتنا وأمر مصر وأمر العالم. فهذه ما بيننا وبين الله عز وجل ذكرنا أنفسنا به، ثم بعدها أمر جماعتنا هذه انطلاقة في مصر والعالم بما أكرمنا الله عز وجل من حرية وأزاح من عقبات. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انطلاقة في مصر كلها، تحملون الخير لشعبها، تتعاونون مع كل القوى السياسية والاتجاهات الدينية الموجودة في مصر، مسلمين وأقباط، كي نري العالم كله أن هذه هي جماعة الإخوان المسلمين في بوتقة من العمل، كما كانوا في بوتقة الثورة سبيكة واحدة صهر فيها كل المعادن. انطلقوا على بركة الله في مصر حتى تكون الزكاة، زكاة العلم والطاقة والجهد والخبرة والدعوة، نؤديها لأقرب مكان في صرف الزكاة، ثم ننطلق إلى ما بعدها من دوائر إفريقية وعربية وإسلامية وعالمية. إن زكيتم عما وهبكم الله زادكم الله فيه بركة. مصر تحتاج إلى كل سواعدكم وعقولكم وأفكاركم، وبفضل الله سبحانه وتعالى العلاقة مع الحكم العسكري الموجود الآن وتحت إشرافه رئاسة الوزراء نموذج طيب نراقبه ونتابعه ونتصل به، وصلتنا به طيبة الحمد لله. لكن الأهم منها أن يروا منا عملا وليس كلاما، وهذه طبيعة الإخوان المسلمين. سعدنا بهذا التواجد الطيب وهذه الصلة الطيبة مع المحاسبة والمراقبة لأنفسنا قبل غيرنا، كيف نقدم النصيحة وكيف تكون، وما دورنا في المرحلة القادمة أساس لهذه العلاقة. وقد قلنا لهم سنقول لما أحسنتم فيه أحسنتم، ولما أخطأتم فيه أخطأتم، والصواب هو كذا، ولما أبطأتم فيه هلا أسرعتم.
والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قدم نموذجا طيبا بداية من فتح الصلات مع الدول، دول الجوار، دول الأخوة، دول الشريان المائي الذي يجري على أرض مصر من السودان. كانت أول زيارة وكانت بادرة طيبة. ثم في نفس الوقت فتح علاقات مع الجميع، وبدأ بإعلان أن يفتح العلاقة مع إيران، فإذا بالأعداء المتربصين بمصر يقولون أن الخليج سيزداد فزعا ورعبا من المتغيرات في مصر. فكانت جولته الثانية هي الخليج. ثم بفضل الله سبحانه وتعالى القضية الفلسطينية، وهي في القلب من الإخوان المسلمين طيلة حياتهم ودماؤهم هناك، حملها الأستاذ البنا رحمة الله عليه وأوصلها إلى أرض فلسطين الزكية الطاهرة لتراق هناك. فليس لمسلم أن ينزل قطرة دم من دمه أو دم إخوانه المسلمين على أرض مسلمة، بل تكون هذه الدماء غالية تدفع هناك على أرض الجهاد في فلسطين. وقد كانت المصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى بشائر زوال هذا النظام الفاسد المستبد الذي كان يمنع هذا الصلح وهذا الاتفاق لمصلحة العدو الصهيوني ولا شيء آخر. العلاقة بالعالم، الدنيا كلها تنتظر الإخوان المسلمين وتترقب الكلمة التي ننطق بها، وإعلام محلي وعالمي يتصيد ليعيد الفزاعة مرة أخرى. فليست الطمأنينة بالكلام، الطمأنينة الحقيقية في الداخل والخارج بأعمالكم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تردون بأعمالكم لا بأقوالكم. وقللوا من الكلام حتى نستطيع أن نتفرغ للعمل. الأعباء القادمة أعباء ثقيلة لا يقدر عليها إلا الرجال أصحاب الهمم. أروا العالم منكم جميعا. هذه نماذج الإخوان المسلمين ليس في مصر فقط، في كل مكان تخدمون فيه البلاد التي توجدون فيها. وقد انتشرت دعوتكم بفضل إخلاصكم وإخلاص إخوانكم الذين سبقونا من المرشدين رحمة الله عليهم. والأخ عاكف أطال الله في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين، قدموا النموذج من إنكار الذات، علموا شبابهم أنهم ليسوا طلاب دنيا. لم يطالب الأستاذ عاكف بتغيير في اللائحة ليكون المرشد السابق له مكان، بل له مكانة هي فوق كل المكان، ليتعلم الشباب منكم كيف يكون إنكار الذات وليس إنكار العمل. أعلنوا أعمالكم وأنكروا ذواتكم. تواضعوا لله يرفعكم الله. العالم كله ينظر إلى الإخوان المسلمين، ليس في مصر فقط، في كل مكان. وتتهاوى النظم الفاسدة البائدة، ستبيد يوما ما إن عاجلا أو آجلا، لأنهم ضد من أراد الشعب له أن ينتصر إرادة حرة، كرامة، عزة، عيش كريم. فمن ولي من أمر هذه الأمة شيئا يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو عليه. إن رفق بهم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفق الله عز وجل به، وإن شق عليهم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة المستجابة أن يشق الله عليه. وها قد رأينا كيف يشق الله عز وجل عليهم ويريهم الخزي في الدنيا وبقي عذاب الآخرة. فلكل طاغوت مستبد ما زال جالسا على كرسي يتحكم في خلق الله. الشعوب انتفضت، هذا عصرها ومكانتها، ولن تستطيع قوة في العالم ولا قوى البغي التي تجري هذه الشعوب إلى الوراء مرة أخرى. فقد أرادت الحياة وأراد الله عز وجل لها العزة والكرامة،
وعلى النظم أن تستجيب. أمامكم ليس برنامج العمل اليوم وغد، أمامكم أعمال ثقيلة تحتاج إلى الإخلاص أولا، لأن هذه البذرة، بذرة الإخلاص، سر النجاح. اجعلوها تنمو في قلوبكم، اخلصوا نياتكم لله، اطلقوا الطاقات، احسنوا استغلال الأوقات، بهذا تنصروا وتؤجروا وتجبروا. إخوتي وأحبابي في الله، رحمة الله على إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا بعدهم ولا يحرمنا أجرهم، وأن يلحقنا بهم على الإسلام والإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.